عمرك شفت عربيه اتعمل لها تيست درايف بس في الحرب؟ العربيه دي اتولدت في معسكر الجيش الصيني، عشان كده قبل ما تدخل الشرق الاوسط اتجربت لمده سنه في الامارات في اسوأ ظروف تشغيل ممكن اي عربيه تمر بيها. العربيه 212 تي 01، وخلي بالك الاسم ده بالصدفه. واكتر حاجه عجباني في العربيه دي ان هي ما اتاثرتش بالزمن، واخده نفس الطابع الكلاسيكي اللي كانت عليه من 64 سنه، بس بمواصفات وتكنولوجي 2025. خطوط مربعه وصريحه وكلاسيكيه جدا، بس في نفس الوقت شكل هجومي وقوي جدا. الفين تربو بيولدوا 248 حصان، وعزم دوران قوي جدا بيوصل ل 410 نيوتن متر. يعني غول في الصحراء مع دي فلوك امامي وخلف. تانك 80 لتر، والمكنه دي التكنولوجي بتاعتها بالكامل ياباني. العفشه بتاعتها الستوك مجهزه بالكامل للصحراء. كل جنب في العفشه دي في 5 شدادات عشان تتنطط الشقل في الصحراء براحتك، مع 8 انظمه قياده عادي واقتصادي ورياضي وصخور واي ظروف حرب ممكن تتخيل. انتيريور العربيه دي كلاسيك جدا بس فخم جدا، فرش من افخم انواع الجلد في العالم، واسم العربيه اللي متطرز في كل تفصيله فيها. كميه الزراير اللي فيها بتقول لك اربط الحزام عشان هنهبط دلوقتي، مع مقبض هليكوبتر عشان تمسك كويس لو اتضرب عليك نار. كاميرات 360 بتجيب لك العربيه من كل جنب عشان لو حد بيراقب. خلي بالك العربيه دي بتختفي حتى. بص، واللي شددني في العربيه دي جدا هو العزل بتاعها. حتى بص، مش بقول لك عربيه خطر، دي حتى فيها زرار طوارئ، وشنطه كبيره جدا تشيل من 4 ل 5 اسرع حرب، وشنود 17 بلاك اديشن. العربيه دي واكلها في الامارات هو ليجند موتور. غير ان هو جرب العربيه لمده سنه قبل ما يجيبها، هو وفر كل قطع غيارها قبل ما يعلن عن العربيه نفسها، وبيكبر شبكه موزعين قطع الغيار المعتمدين عشان خاطر حتى الناس اللي هتخرج بره التوكيل تعرف تجيب حاجات. هو ده الانتماء للعلامه اللي انت شغال فيها يا جماعه. خبر بقى من اللي بيتقال عليهم حصري، العربيه دي هتنزل مصر قريب. الوكيل بتاعها ممكن يعمل لك كاستمايزيشن لكل تفصيله فيها تخص الصحراء، من جانت لسايد ستيب الروف ريك لسلم جانبي. انا عن نفسي حبيت، انت رايك ايه؟